طيب اللي حصل ان احنا في التحدي اللي فات انا قلت ان انا اخليكم تعيشوا تجربه ان الكلاينتس او العملاء، عشان احاول ادخلكم شويه في الفريلانس واشوف رد فعل الناس هيبقى عامل ازاي. وفعلا في ردود فعل يعني لازم نتكلم عليها شويه قبل ما نخش في الشغل نفسه. يعني الموضوع ببساطه ان انا قلت لك ان انا شركه، عندي براند نظارات، وان انا عايز الاعلان بتاعي 10 ثواني، ويبقى ده طلبي ان هو يبقى في ثيم او في المكان شاينيز. لازم اسلم في خلال اسبوع، يعني في خلال 7 ايام. وكنت باكد ان الانيميشن بالنسبه لي مهم، وان انا شخص عايز شغل يطلع نضيف يعني. تمام. وهنا اديتك الريفرنس بتاع النضاره، شكل النضاره عامل ازاي. النضاره سيمبل قوي كموديلنج، مش يعني مش حوار خالص. والتحدي هو كان في الثيم ده او في الستايل ده. حلو كده. فطبعا اللي بيحصل ايه بقى اول ما بتلاقوا حاجه زي كده، ودي اللي انا خدت بالي منها قوي يعني. وانت شغال على حاجه جديده انت ما اشتغلتش عليها قبل كده، بتبدا ان انت لو ما عرفتش تعملها ان انت تقول ان مش انت اللي مش عارف تعملها، لا ده الفكره دي ما تنفعش. ان مثلا لا ده موضوع الثيم الشاينيز ده مع النضاره اللونين مش هينفعوا، ومش عارف ايه الكلام ده كله. ولكن ده طبعا حاجه ما انا ككلاينت انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. انا طلبت منك طلب وانت يعني هتعمله لي. تمام. تعالوا بقى يعني نقول لكم بقى ازاي بنفكر في الحاجات دي اصلا قبل ما نبدا في ال 3 دي، او ايه اللي المفروض نعمله. تمام. قبل ما افتح شغل الناس كله، قبل الحاجات دي كلها، او انا كسيف بعمل ايه. حلو. خلاص انا دلوقتي الكلام واضح بالنسبه لي ان انا عندي النضاره دي وعندي الثيم ده. فالمفروض ان انا اعرف المسابقه بتاعتي فين، او التحدي بتاعي فين، او الناس انا فين ما بين الناس دي كلها كشغل يعني. فانا المكان المفضل بالنسبه لي او المكان اللي انا بحب اعيش فيه هو بنترست. تمام. فانا ببساطه شديده بكتب الكلام اللي انا عايز اشوفه. انا هنا كتبت مثلا تشاينيز ثيم 3 دي ريندر. فببدا ان انا ايه، اشوف الريندرز عامله ازاي. ده مثلا بروح اعمل ميدل كليك، ده بشوف الحاجات اللي عجباني او اللي الكلاينت بعت لي شبهها. تمام. وطبعا بنترست بمجرد ما انت بتدوس على صوره، لو نزلت هو بيبدا يديك شبهها اكتر واكتر. تمام. فبيبدا يديكوا ال الاتجاه اللي انتوا عايزينه اكتر واكتر. طبعا ده شكله كويس، ده شكله كويس. فانت بتبدا تشوف مستوى الناس فين، وبتبدا تفهم الكلاينت ده المستوى اللي هو منتظره ايه. فاقل من كده مش هيسمح، او هو مش هيوافق، لان هو شايف ده وهو باعت لك ده، فانت مديني اقل منه، يبقى انا كده اخترت الشخص الغلط. متفقين على كده على كده؟ او كلامي بيزعل حد او حاجه؟ ما اظنش انه بيزعل حد. حتى لو بيزعل، المهم ان انتوا توصلوا اللي انا عايزه في الاخر. فهي دي الفكره كلها، او الكلاينتس بيبصوا للموضوع كده. حلو. فخلاص انت بتبدا ان انت بتشوف الحاجات اللي عاجباك، وبتبدا تقرر. لازم تبقى مقرر، لازم تبقى عارف انت هتعمل ايه. خلاص انا هشتغل على المشهد ده، ده كده بالظبط. تمام. وبعدها هشتغل على المشهد ده، وهشتغل على المشهد ده ايا كان. ولكن لازم تبقى عارف كويس جدا انت ناوي تعمل ايه. لو مش عارف انت بتعمل ايه، يعني انت كده كأنك ركبت عربيه وسقت. فتمام انت بتعرف تسوق، بس هتروح فين بقى؟ مش هتروح في حته. ف... فهي دي الفكره كلها. فانت بتبدا تجمع الصور دي، وبتبقى عارف خلاص ان ده اللي احنا هنعمله. الحاجه اللي انا علمتها لكم، او اللي انا كنت قلتها في ليفل 4 وفي الكورس كله، حته ان انت تبدا تحلل الاوبجكتس بتاعتك اللي موجوده في المشهد، او بنبدا نكسر الحاجه حتت صغيره. انت دلوقتي بتشوف الصوره كامله، بتبدا تحس ان الموضوع معقد، او ان انت مش هتعرف تعمله. ايه كل اللي انا شايفه ده؟ ايه كل الشجر ده؟ ايه كل الحاجات دي؟ انا مش فاهم. فعشان تريح نفسك بنعمل حاجه اسمها ريفرس انجينير، او اللي هو بتبدا واحده واحده، بتهدى، ما تتجننش كده، وبتقعد تقول خلاص تمام انا عندي ده موديل لوحده. حلو. فليتس سي يعني، تعالوا كده دلوقتي كده حاجه سريعه. انا بس قاصد ان احنا نتكلم في الحاجات دي قبل ما اخش في شغل الناس، عشان تفهموا انا كسيف بفكر في الموضوع ازاي. طبعا في طرق تفكير كتير، مش بقول لكم ان طريقتي هي اللي صح، ولكن دي اللي بتساعدني يعني. فاحنا هنقول مثلا ان احنا هنا عندنا ده. فده هنقول ان هو تمام ده سلندر، والسلندر ده مكون من 6 اضلاع او 8. حلو. فاحنا كده عملنا ايه؟ اول اوبجكت. بعدها نبدا نشوف اللي ورا ده. طب اللي ورا ده بيتعمل ازاي؟ والله ممكن اللي ورا ده ان احنا نيجي كده نجيب بلين. والبلين دي لو جبناها كده وكبرناها وعملنا لوب كاتس كده، وبعدها عملنا سب ديفيجن، واللوب كاتس دي رحنا محركينها بالشكل ده كده. تمام. شايفين انا بعمل ايه كده؟ وعلينا شويه السب ديفيجن، ممكن تدينا الشكل بتاعنا. حلو. ده اللي هو ايه اللي ورا ده، شايفينه؟ فانت بتبدا ان انت تعمل كده، اللي هو انت قاعد عمال تحل الموضوع واحده 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 لحد ما توصل للشكل، او لحد ما تحلل الشكل بتاعك عامل ازاي.
فساعتها بتبدا ان انت في اول البروجكت ترتاح، لان انا هدفي ان انت وانت شغال على البروجكت اصعب مرحله اللي هي في الاول، اللي هي عارفين لما كنتوا بتخشوا امتحان، في منكم اكيد ناس في مدرسه لسه او في جامعه، لو تخش الامتحان وانت في اول امتحان ايدك مشلوله كده، انت مش عارف تكتب، بمجرد ما بتبدا تكتب حتى لو انت بترزع اصلا واجاباتك كلها غلط، بس بتعرف ايه يعني تكمل بقى، خلاص انت بتهبد وبترزع فانت قاعد عمال تكمل. فهو بس المرحله الاولانيه بس هي دي اللي احنا بنبقى عايزين ان احنا نسهلها على الناس، اللي هو لا يعني حلل الموضوع، حلل المشهد بتاعك، حلل الاضاءه بتاعتك، ان الاضاءه هنا اكتر من الحته اللي زي دي، وبنبدا ان احنا نخش بقى في الفلو مع الموضوع بقى كله تمام. ودي حاجه زي ما قلت لكم ان انا كل بروجكت يعني ببقى عايز اعمله، او كل لايف بيبقى فيه زي حاجات معلومات جديده عايز اديها للناس، هي ما بتتقالش في الكورس، يعني ما بيبقاش ليها حته معينه انت تقولها، بس هي الظروف بتجمعنا ان احنا نقولها بقى دلوقتي. فهنتكلم شويه في الموديلنج، في حاجه ليها علاقه بالموديلنج. فتعالوا نفتح كده الفايل ده. بصوا الفايل اللي انا فاتحه قدامي ده دلوقتي، ده انا عملته قبل ما اخش لكم اللايف، في يعني في ربع ساعه او في تلت ساعه كده، كنت بجرب ان انا ايه اعمل الثيم او الريندر التشاينيز او الكلام الجميل ده كله ماشي. ولكن اللي لافت نظري هنا مش الموديل بتاع الساعه ولا اي حاجه في المكان ده كله، اللي لافت نظري حرفيا هو السحابه دي تمام. اتوقع ان ناس كتيره جدا منكم يعني جابوا اللي هي السحابه دي جاهزه، ما اعتقدش ان هم عملوها، ولكن انا هقول لكم السحابه دي انا لو هعملها كسيف بفكر فيها ازاي تمام. حاجه زي دي لو انت فكرت فيها كموديلنج ان انت تعمل لها موديل، ممكن ما تبقاش ألذ حاجه، ولكن في طريقه جميله جدا هقول لكم عليها في بلندر، في حاجه اسمها كيرفز تمام. بمجرد ما تشوف اي موديل قدامك تحس ان هو بيرقص كده، ان هو في عارف انت اللي هو الحاجات اللي انا قاعد عمال اعملها دي، ان هو في لفه ومش عارف ايه، فده معناه ان هو كيرف في حاجه، اكنك مسكت القلم ورحت راسم كده تمام. فتمام احنا كده في حاجه وضحت لنا. ده بنعمله ازاي؟ لو دوسنا هنا شيفت ايه وجينا كده رحنا حاطين كيرف، بيزير كيرف تمام، ده هيجيب لك كيرف كده. الكيرف ده دوس تاب ودوس اكس ومسحه، مسحناه مش عايزينه خالص تمام. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ شايف اللي على الشمال ده كاتب لك درو، ارسم، وده اللي احنا هنعمله، هنسمع كلامه. فلو جينا هنا كده دلوقتي ورسمت كده سريعا، شايفين انا ماسك بالماوس قاعد عمال ارسم كده، قاعد عمال اعمل كده. طبعا انت هتحس ان ايديا قاعده بتترعش ومش مظبوطه، وده حقيقي جدا، ولكن دي حاجه هنقدر نصلحها عادي جدا، احنا بس بنرسم الشكل بتاعنا. فانا قاعد عمال ارسم 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 لحد ما رسمنا الشكل ده. طيب بمجرد ما رسمناه ادانا الاوتلاين بتاع الكيرف، شايف اهو الاوتلاين بتاعك اهو. طيب حاجه زي دي تقدر ان انت تبدا ان انت تريفاين فيها الكيرف ده اترسم لك، ومديك البوينتس دي ان انت لما تحركها هتقدر تظبط، فتبدا ان انت تحرك كل حاجه زي ما انت عايز عشان تظبط الايه الموديل بتاعك. فطبعا بتقعد بقى شويه تبقى فنان كده وقاعد عمال تاخد وقتك في الحاجات دي كلها. ممكن انا ابقى سريع شويه دلوقتي بس عشان اللايف، ولكن بتاخد وقتك في الحاجات اللي زي كده تمام. تقعد بقى تعمل كده وتقعد بقى تدندن وقاعد عمال بقى ايه تطلع الحاجه زي ما انت عايز. وبعد ما بنخلص بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ لو جينا انا بس عايز ابعد الكابتن ده، فدلوقتي السحابه بتاعتنا اهي تمام. طيب انا عايز اعمل فيل، عايز يعني البتاع ده يبقى فيه جيومتري جوه. فالكيرف لو دوست اف مش هيحصل حاجه، الفيل مش هتشتغل. الفيل دي كنا قلناها في ليفل 1 في الموديلنج لو فاكرين. فعشان الكيرف تحوله من كيرف لمش ان هو يبقى موديل، هندوس F3. F3 ده زي سيرش في بلندر عادي، وهنكتب كونفرت، هتلاقي يطلع لك كونفرت مش، فانت كده بتقول له الكيرف ده حوله لي لمش، لمش اللي هي موديل يعني. فمجرد ما تدوس وتدوس تاب هتلاقي ان ايه ده بقى موديل اهو، شايفين؟ طيب طبعا الموديل ده كارثي هقول لكم ليه. لو دوسنا اف هيقوم بالغرض على فكره، احنا تمام جدا. وممكن لو دوسنا اديت وعملنا اكسترود هيقوم بالغرض جدا، وعملنا كده سب ديفايد بقى او قصدي شيد سموث، هتلاقي المنظر السيء ده. المنظر ده نابع من ايه؟ نابع ان انت هو ده احنا كنا قلنا قبل كده ان احنا عايزين حاجه تبقى كوادز، ان هي اربعه فيرتسيز. ده طبعا مرعب، الفيس دي لوحدها شايف كل دي فيرتسيز. فبنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنا بقى هيجي المعلومه اللي ممكن تبقوا منتظرينها جدا. في الزمن اللي احنا فيه بقى في بلندر حلاوته ان هو برنامج اوبن سورس، فبيبقى في حاجه اسمها ادونز يعني حاجات بنعملها بتسهل علينا شغلنا. منهم حاجه اسمها كوادري ميشر، دي بقى هعرفكم عليها
ودي الحاجات اللي انا ببدا ان انا استثمر فلوسي فيها، يعني ان الحاجات دي بتسهل شغلي او بتسرع عليا بروسيس شغلي. لو جينا هنا كده في جوجل هتلاقيني هنا كده فاتح لكم موقع اسمه كوادري ميشر، او يعني اكتب كوادري ميشر هيطلع لك ده. دي ادون هدفها ان هي بتمسك اي موديل انت عملته، المهم ان انت وصلت للشكل، وبمجرد ما بتدوس عليها بتحول لك التوبولوجي كله من توبولوجي بايز ان هو يبقى كله كوادز. تمام. فانتوا خشوا هنا واعملوا لها داونلود، هي بفلوس بس ليها شهر ان انت تجربها فور فري. تمام. المهم بعد ما بتنزلها هتلاقيها هنا كده موجوده اهي كوادري ميشر. طيب بمجرد ما ادوس ريمش ات، ماشي انا عايز بس اوريكم المنظر في الواير فريم. بمجرد ما ادوس ريمش ات هتلاقي بص المنظر بقى عامل ازاي، شايف؟ وتدوس سب ديفيجن والدنيا بقت حلاوه، الدنيا بقت عسل. فانت كده بقى معاك الموديل، عملت له الريميش بتاعك او التوبولوجي بتاعه بقى متظبط بقى زي الحلاوه كده اهو، ووصلت للشكل اللي انت عايزه. فدي طريقه التفكير لموديل زي ده. انا كنت قاصد ان انا اتكلم في الموضوع ده عشان يعني الحاجات دي يعني مهمه وبتيجي بالوقت وكده، والناس يعني بتبقى محتاجاها قدام يعني.